أولى المحطات في دار السلام وفي التفاتة إنسانية. اليوم باص الخليج بأول خطوة له في العاصمة بغداد، مثل ما جاي تشاهدون يتواجد في دار الإبداع. التقيناك أستاذ هشام في محافظة البصرة وشرفنا بك في برنامج باص الخليج مرة ثانية. مساء الخير. عافية. الوعد أوفينا بك هذا باص الخليج، قلت لازم يشوفونه أبنائي. اليوم احنا موجودين بالدار وموجودين بيناتكم. فأولا أنه اللي يمثل اليوم الأستاذ هشام للأطفال وجود باص الخليج كخطوة أولى في العاصمة بغداد. يعني كل الهلا بكم ونتشرف بكم أكيد. يعني بتصور قد ساعاتي وأنا أشوف الباص طابق ببابنا. يعني احنا نعتبر هذا البيت هو البيت العراقي للإبداع، هو بيت ورمز عراقي، واليوم هذا الباص يمثل أيضا رمز عراقي، فشيء يرتبط بتاريخ العراق، يرتبط بموروثنا الشعبي اللي موجود في البصرة وكل محافظات العراق. احنا اليوم هي هاي رسالتنا لكل العالم وخصوصا الوطن العربي والخليج بالذات، انه احنا بيوتنا مفتوحة للجميع، وهذا الباص يمثل العراقيين كلهم. طبعا بالتأكيد بداية الرحلة كانت مع زميلي أركان والحديث يطول ويا حضرتك. حابة أعرف أنه لو كان أحد أبنائك في هذه المكان واليوم مع بطولة كأس الخليج في البصرة، هل راح تسمح له أنه يشارك بجهود تطوعية ويا الكادر؟ أكيد. أصلا أولادي الشباب الكبار هم كلهم عندهم فرق تطوعية ويشاركون بأعمال تطوعية. احنا هدفنا نحول الطفل اللي هو عالة على المجتمع او ينظرون الى انه هو يحتاج المساعدة الى عناصر فعالة بالمجتمع تقدم خدمات. اليوم عندنا فريق تطوعي اسمه فريق جد بخدمتك، اللي يسهر على راحة المسنين ويجمعهم من الشوارع وينظفهم ويعالجهم، وعندنا دار لكبار السن هم يشرفون عليه هذا الفريق. طيب كرسالة من حضرتك، بما أنك أيقونة الإنسانية وأيقونة الاحتضان وأيقونة الأطفال العراقيين وقدوة بصراحة لكل شاب عراقي طمح أو يطمح أنه يكون مثل حضرتك، رسالة إلى باص الخليج بهالجهود الذاتية. أقول له استمر أبد لا تتوقف، وإحنا كنا داعمين لك، حتى إذا ما بيك محرك إحنا ندفعك وإحنا نسحبك وإحنا نشيلك ونفرك الوطن العربي كله. إن شاء الله هذا اللي نتأمله. شكرا لحضرتك، نورتنا اليوم. الله يخليك. بالتأكيد أعزائي مثل ما تشوفون اليوم يلا كانت في مع مؤسس الدار العراقي للإبداع. بالتأكيد انتظرونا في محطات أخرى. مثل ما شاهدتوا اليوم احنا متواجدين في مؤسسة الدار العراقية للإبداع، أكيد بمؤسسها الأستاذ هشام الذهبي. ومع هذه الأطفال احنا اليوم وياكم في هذه المحطة، وسننتقل إلى محطات أخرى. خليكم ويانا.